سلام عليكم. مؤخرا قدرت اخطف حوالي يومين كده في وسط زحمة الشغل اسافر فيهم، وقررت ابعد بعيد، وعليه اخترت شرم الشيخ. بغض النظر عن الحر المبالغ فيه، بس انا بحبها للامانة، ومن الحب محرق. المهم شديت الرحال وانطلقت. انا مش هرغي كتير عن السفريه اللي ما شاء الله كان منقوع على امها، ولا هتكلم عن الحروق اللي من الدرجه الاولى اللي جات لي بسبب الشمس هناك، وبسببها فضلت قاعده في الاوتيل يوم بحاله وهم يومين يتم اصلا. يعني انا هكلمكم عن حاجه تانية خالص من واقع المشاهدات هناك. الاوتيل اللي انا نزلت فيه ايطالي، يعني غالبا صاحبه ايطالي، او دي الجاليه الايطاليه هنا، او دول مجموعه من الناس الهاربين من ايطاليا في عوامه، يعني ما تعرفش. المهم ان 95% من النزلاء بتوع الفندق طليان. وعليه من مكاني هذا مبدئيا احب احيي الذكر والانثى اللي بسببهم اتكون الشعب العسل ده. يا اخويا مفيش واحد فيهم وحش. طب واحده، طب واحد بكرش، طب واحده وحشه. انا قلت لو غمضت عيني وسحبت اي بني ادم ذكر ان كان او انثى انا هبقى مرضيه جدا كمان، انطلاقا من مبدا كاتكم القرف في حلاوتكم. التويستيه بقى في 5%، دول مصريين، ومش عايزه اقول لك على المصريين. انا بحب المصريين، بل انا واحده منهم وسعيده جدا اهو زي ما هو واضح. الفكره بتاعتنا بقى اني وانا قاعده زي كنتالوبايه على حمام السباحه تصادف وجود عائله مصريه وعائله ايطاليه، وكانت الفكره الكونتراست لا مؤاخذه ابن كلب يجيب لك صدمه حضاريه تدخلك الحميات مستريح. وعليه ما يلي هي مجموعه من النقاط الحقيقيه جدا اللي شفتها، وهي على سبيل المثال، والمره دي ليست للتعميم اطلاقا، مش عايزين مشاكل. واحد، بداية كده انت كطرف ثالث ملوش دعوة بالموضوع، لو بصيت على العائلة الإيطالية في مواجهة المصرية هتحس بحاجة واحدة تجاه المصريين. هو انتم متبعترين كده ليه؟ تلاقي الأب في ناحية والأم في ناحية، والعيل بيلعب في صندوق الزبالة اللي هناك، وأمه بتصوت بس ما بتعملش حاجة. عشان إيه؟ عشان بتنده على أبو محمد يتصرف، وأبو محمد عمال يقول يا أشرف يا أشرف، شوف انت يا أشرف. مفيش. هوب تقلب الناحية التانية تلاقي الطليان ماشيين جنب بعض، الأب ماسك إيد الطفل والأم ماشية فاردة ظهرها فرصة، وعاملين شكل كده نص دايرة مرعب فظيع. 2، إحنا جايين ليه؟ جايين ننزل المية طبعا، ده سؤال يعني مفروغ منه. العائلة المصرية تلاقيهم فجأة فرشوا الفوطة على الشيزلونج، وفي شنطة هاند باج موف طلعت انت مش عارف فيها ايه، تمام، بس انت شامم ريح الكفتة فتسكت، ما تقدرش تتكلم طبعا. ليه؟ لان كلنا اكلنا كفتة، ما حدش يقدر ينكر. بس وانت بتودي وشك الناحية التانية بقى بتلاقي نظرة اندهاش على وشوش العائلة الإيطالية اللي جايبين من السنيكس اللي حطها الأوتيل بعددهم 3 حتت بيتزا وسودا، فبتعديها وبتحلم بالكفتة. 3، البيزين اهو، يلا بينا. دي بقى حدوته تانية. نزل العيل المصري البيزين، تلاقيه نازل يرزل عليك، انت شخص مجهول بالنسبه له، هو يقعد يرش عليك ميه ويرجع وينف ويضحك لابوه ويقول له بابا هعمل بيبي، ويقول له اعمل يا حبيبي اعمل، فاريحيه كده بنت 60 في 70 تحسسك ان انت اقتحمت عليهم فيلتهم في مراسي مثلا، مع انك في اوتيل وبيسين للناس كلها على فكره، ولازم يبقى في احترام لده. الناحيه التانية بقى تلاقي العيل الايطالي نازل في المكان اللي قدام مامته وباباه وبيعوم بشكل متناسق لدرجه تحسسك الواد ده هيطلع من حمام السباحه مش مبلول على فكره، وانا مش فاهمه بس هو مش مبلول، انا خلينا نتكلم بشكل واضح. 4، رقم 4 بقى موقف. انا كنت بعوم وبتامل الطليان الحلوين الجمال، عشان فجاه الاقي عيل عنده حوالي 7 سنين بيقول لي حرفيا سكه يا كابتن. والله وربنا انا لحقوني. عارف اما تحس كده ان في حد شد الكوبس، او في حد شد الكوبس، انت كنت في حلم جميل وفي حد عمل حاجه غلط، انت مالكش ذنب فيها بس بتتحاسب عليها، بس في حد عمل حاجه غلط. 5، المصري يعني البحلقه، اعتقد كده وصلت. يعني الطليان اكيد بيبصوا بس خلاص وانتهى الموضوع على كده، زي ما بتبقى ماشي في الشارع وتبص على حد ماشي جنبك وانتهينا. المصري بقى معروف بجبروته، بتتنحته، بعفورته. تيجي ام اشرف تتنح للوليه ام جوفاني لدرجه ان الست الطليانيه بدات تتوتر، وغالبا رطمت بلغتهم لجوزها حاجه على غرار عايزه مني ايه الوليه دي بتبحلالي كده ليه. 6، وحان الان وقت البوفيه. طبعا انا مش محتاجه اتكلم عن عائله ولا مش عائله، انت جيب اي مصري وحطه في مكان فيه بوفيه وبس على كده.
حرب نووية ذرية هتقوم النهاردة. أنا شفت عائلة مصرية أب وأم عندهم ولد وبنت. الأب كان شايل 3 أطباق كبار في إيد واحدة، وطبق تاني أكبر في مخبز عيش شامي وفينو وكايزر، في مشهد ينم عن التلاحم والحميمية ما بين العيش الكايزر والفينو وأخوهم الصغير الشامي. تبص بقى تشوف الطلياني من دول كده شايل طبق فيه اكل. هم بياكلوا كتير برضو على فكره، بس بعقل، يعني هم بعقل وبعدين مش رفيعين. ما علينا. 7 زي 4 كده موقف. كنا ماشيين في الاوتيل وعادي لابسين فساتين، فمعديين من جنب عائلتين من المصريين. قامت الست سالت صاحبتها: ودول ايه يا اختي؟ دول مصريين ولا ايه؟ بصوت عالي جدا. وعليه رديت انا بمنتهى الثقه: نو وي ار ايجيبشنز. شاو ربك كبير. وفي الاخر الموضوع له علاقه بالحريه الشخصيه والايمان بيها، في حدود انك ما تضايقش حد. يعني اكيد انا ما عنديش مشكله اطلاقا ان المصريين ينبسطوا ويهيصوا ويعيشوا، بس اللي بتكلم فيه بعض النقط اللي لازم نراعيها. والنموذج الايطالي ده نموذج لطيف جدا. هم كمان صوتهم عالي وبيضحكوا وبياكلوا كتير، بس مسلوعين حاجه قرف. الفكره عندهم انهم بيعرفوا حدودهم فين. وفي النهايه احنا ما نقدرش نعمم اطلاقا، لكن بنرصد مجموعه من المواقف اللي بتطلع لنا مجموعه من الافكار اللي بتنبثق من واقعنا وتنعكس على ادراكنا اللامرئي في حدود المهلبيه ام جوز الهند. هابي جهنم يا شباب.